عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شويبس، وطبعا بنكمل حلقات البط والدورة بالتفصيل ليكم. وكان معاكم طبعا أستاذ محمد عارف في الحلقة اللي فاتت، وكان بيقول لنا على طبعا وصلنا لغاية اليوم ال 21 وال 22. وطبعا في حاجة عايز أقولها لكم، إن إحنا بنفضل لغاية يوم 23 ماشيين على الكلام دوت. كل 10 أيام طبعا بنكرر نفس الجرعة. البط الحيوي ميه بيضاء فيتامين سي. طبعا الكلام دوت احنا قلناه الحلقه اللي فاتت، والحلقه دي يومين. كل 10 ايام بعملها يومين. تمام. اليوم ال 22 و 23 ال 32 و 33 ال 42 ولا ال 43 وهكذا لحد 62. طبعا يا جماعه معاكم طبعا الرقم بتاع احمد شويبس، طبعا استاذ محمد عارف. استاذ محمد عارف مشكورا مش هيبخل على اي حد طبعا باي معلومه. وطبعا النهارده احنا هنتكلم على اليوم ال 35. ال 35 بقى ايه اللي بيحصل فيه يا استاذ محمد؟ في اليوم ال 35 بنحقن البط. احنا كده دخلنا في مرحله ان احنا هنحقن. هنحقن. ده بقى التحقين ده بقى ايه؟ سيفوتاكس. ده حيوي. سيفوتاكس. جانتامايسين. بالترتيب كده. بصوا يا جماعه، ايوه زي ما احنا شفنا كده. تمام. بيبقى ربع جرام من ده وربع جرام من ده ونص سنتي ميه. بيتاخد ازاي؟ تحت الجلد. تحت الجلد. تحت جلد الرقبه. نمسك البطايه ونحقنها تحت جلد الرقبه. هوريك دلوقتي في اليوم الخامسة نمسكها ازاي. نمسك البطايه كده. تمام. من رجل واحده. ونمسك الرقبه كده. تمام. رجل والرقبه. تمام. وبعد تدخل السننجه هنا. طبعا بيبقى ماسك الحته ديت الجلد اهوت الجلد والرقبه. وبحقن السن بتاع الابره ما بين صوابع الاثنين. فببقى ضامن ان هو داخل في الجلد وبعيد عن الرقبه خالص، ما بيلوطش في العظم خالص، ما بيلمسش العظم بتاع الرقبه. تمام. بخلص لها التحقين بتاعها وبنزلها في الارض. تمام. يعني الحقن تحت الجلد. تحت الجلد. بتاع دوت طبعا الجرعه بتاعتها ربع سنتي سيفوتاكس، ربع سنتي جانتامايسين، ونص سنتي ميه معطره من الازخانه اللي بنضرب فيها. طبعا انا بحسب الكميه البط اللي عندي كله قد ايه. ده كل دوت في سرنجه واحده ولا سرنجه واحده؟ يعني الاثنين دول مع بعض. يعني احنا بناخد ربع من دوت وربع من دوت مع نص سنتي ميه معطره. احنا يعني دقه شويه في الحاجه دي، لازم شويه دقه علشان الناس يعني تستوعب. كل ده بيبقى في حقنه واحده وبتتاخد. انا بدربهم بقى في ازازه، عندي ازازه نظيفه. باخد مثلا سير ان عندي العدد لو قلنا 10 بطات، 2 سم ونص جنطه، 2 سم ونص سيفوتاكس، و5 سم ميه، وبدربهم في ازازه وبسحب منهم بالسرنجه وبحقن. طبعا انت بقى بتاخد بقى لكل يعني على البطايه. لا انا ممكن املى السرنجه كلها. طالما انا بملى السرنجه كلها بقى قد ايه؟ ربع وربع وربع. بدي سنتي بعد طالما دربتهم في الميه. في الميه مع بعض بسحب من المحلول ده كله سنتي كامل وبديه للبطايه. بتديه للبطايه. يعني احنا كده وصلنا لغايه اليوم ال 35. اللي بعد كده بقى ايه؟ اليوم ال 35 اللي حققنا الصبح بدي بقيه اليوم ميه. باجي اليوم ال 36 بدي جرعه رافع مناعه، ودي ضروري جدا بعد التحصين. ادي جرعه رافع مناعه اللي هو الروبا ديار اللي احنا مصورينه معاكم. ايوه طبعا الحاجه ديت اللي هو الحقن دوت بيتكرر. لا خلاص هنا بدي مره في 35 ومره في ال 65، وده اخر حاجه علاج بديل البط بيبقى في العمر ال 65. التحصين كتحصين 35 يبقى انا كده اديته مره في الاول خالص في عمر 35 يوم يا جماعه. في عمر 35 يوم بنحصن بالمنظر دوت، وبعد كده في عمر 65 يوم بنعيد نفس مره تاني، بحيث ان ده يبقى اخر تحصين بالنسبه للبطايه، بحيث ان البطايه ما تكبرش وفي الاخر يحصل اي رشة برد، اي كذا اي فيروس. ده بيأمن لي البطايه طالما شغال دوره تسميكه. طبعا يا جماعه احنا بنلخص لكم دوره البط كده بالمنظر دوت، لكن الاستاذ محمد عارف ان شاء الله هيبعت لنا فيديوهات عملي في اي حاجه يجي يعملها، سواء تحصينات، الادويه، الاستقبال، وهيبعت لنا طبعا الفيديوهات عملي ان شاء الله، واحنا هنوديها لكم اول باول ان شاء الله. وطبعا كان معاكم احمد شويبس واستاذ محمد عارف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.